السلام عليكم. معكم داليا السيد، هوليستيك هيلث والبينج كوتش، ودي دقيقة مع داليا. يلا نعيشها صح، دقيقة بدقيقة. خليني أسألك سؤال، لو طلبت منك توصفي حياتك الصحية دلوقتي بكلمة واحدة هتقولي ايه؟ تعب، ضغط، محاولات كتير، مش عارفة تبتدي ازاي؟ احنا اتعودنا ان اي مشكلة صحية بيبقى الحل دايت، او زيادة في الوزن يبقى الحل حرمان، واي فشل يبقى السبب ان ارادتنا ضعيفة. لكن 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 بعد سنين من شغلي مع البنات والسيدات اكتشفت ان الحقيقة مختلفة تماما. اغلب اللي قابلتهم ما كانوش محتاجين دايت جديد، كانوا محتاجين حد يساعدهم يفهموا ليه كل مرة بيبدأوا وما بيكملوش. لان المشكلة في اوقات كتير ما كانتش في الاكل اصلا، كانت في الضغط، في قلة النوم، في استنزاف الطاقة، في التفكير الزايد، وانهم بيحطوا نفسهم دايما اخر الاولويات. ولما بيغلطوا مرة بيقولوا خلاص الدنيا باظت، ويحسوا ان الرحلة كلها انتهت. وعشان كده قررت ابدأ معاكم رحلة مختلفة، رحلة مش هدفها اننا نخس وبس، لكن هدفها اننا نبني نسخة اهدى واقوى واصح من نفسنا. في كل حلقة هناخد دقيقة واحدة بس، لكن يمكن تكون الدقيقة دي سبب في تغيير كبير في حياتك. لو حسيت ان الكلام ده بيلمسك فانا مبسوطة جدا انك هنا من البداية، وإن شاء الله هنمشي الرحلة دي مع بعض خطوة بخطوة. وافتكري دايما إن رحلة التغير مش محتاجة كمال، محتاجة خطوة صغيرة كل يوم، وأنا هكون معاكي فيها دقيقة بدقيقة. وفي الحلقة الجاية هنكتشف مع بعض هل فعلا المشكلة في الإرادة ولا في سبب تاني يمكن عمرنا ما أخدنا بالنا منه. أشوفك في دقيقة جديدة مع داليا.